هنا في مقهى ريش بباريس مرة كل شهر. 3 منهم فرنسيون، هم زولا وفلوبير ودوديه، ورابعهم روسي مهاجر هو تورغنيف. وكان أكثرهم إقبالاً على الطعام في ليلة الكتاب بتلك هو إيميل زولا، ولما سئل عن ذلك قال: كنت بحاجة إلى الطعام الكثير، فقد كان علي أن أملأ معدة طال عليها الخواء. وكان زولا عندئذ والتاريخ في عام 74 و800 وألف في مطالع شهرته بعد أعوام قضاها فقيراً مكافحاً. ولد إيميل زولا عام 40 و800 وألف من أب مهندس. مات وعمر إيميل 7 سنوات، تاركا رعايته لأمه التي نظفت أرض المنازل وغسلت ملابس الناس لتنفق على تعليمه حتى يصل إلى كلية أكس فيفشل في امتحانها النهائي ويكتب إلى صديق له: في الأسبوع الماضي وقعت في براثن حزن دفين، فلقد بلغت 20 دون أن أتعلم مهنة ما، فإني حتى الآن ما زلت أهيم في الأحلام وأسير على رمال واهية، ومن يدري متى أقع. وأنقذه صديق قديم لوالده، فعينه كاتباً في أحد المرافق ويكتب لأحد أصدقائه: وظللت أقيم أشهرا في هذه الحظيرة اللعينة، والله إني لأشعر بأثر ذلك في ظهري ورجلي وأطرافي الأخرى جميعا، وإني لا أجد لمكتبي رائحة كريهة، إني لأتقزز ولسوف أقطع ما بيني وبين ذلك المخزن الخبيث. ويقطع زولا ما بينه وبين هذا المخزن بعد أشهر، ثم ينزوي عامين في حمأة الشقاء والعوز، ويلتئم شمله بسيزان المصور الشاب الذي سيصبح علماً في التصوير الحديث، فيسكنان معاً ويتقاسمان مرارة الحياة. وبلغ الجوع به مداه في عام 62 و800 وألف، إذ يحدثنا أنه في ذلك الشتاء أقام الفخاخ على سقف بيته يتصيد بها العصافير التي جعل يشويها على شمعة يستضيء بها. وبدأ نجاحه عام 64 و800 وألف، حين قبل أحد الناشرين إحدى رواياته، وقال زولا: لم تكن المعركة طويلة، إني الآن على عتبة الحياة، وليس علي الآن إلا أن أواصل السير. كان أسلوب زولا في الكتابة هو ما أطلق عليه فيما بعد الطبيعية، ومعناها تسجيل الواقع بكل عيوبه وشروره وآثامه دون مجاملة أو تزويق. إني أرى أن مهمة الكاتب مثل مهمة الطبيب والجراح معا، أن يشخص الداء ثم يستل مبضعه للقضاء عليه. وكان زولا قبل أن يبدأ كتابة أي قصة من قصصه يأخذ في دراسة شاملة كاملة للمشاهد والأشخاص
والأماكن واللغة والآمال والمخاوف والعقائد لتلك الذرات الإنسانية التي يتركب منها بناء القصة، ثم يستفيد بذلك كله في عمله الفني. كان عالم زولا هو فقراء باريس، ومن مفارقات القدر أن القصص التي كتبها عن الفقراء قد جعلته غاية في الثراء. وكان زولا محبا للطعام، وأثر ذلك على معدته، فاعتقد أنه مصاب بكل مرض معروف. وواقع الأمر أن صحته كانت على خير حال، ولكنه كان يشكو من أن زوجته التي ارتبط بها في شبابه لم تنجب له ولدا، وكان يحس أنه قد درس عالم فقراء باريس أوسع دراسة ممكنة، وأن عليه أن يتجاوز هذه الآفاق التي قيد بها إبداعه. واشتغل زولا بالسياسة في أخريات حياته، وأثار القضية المعروفة بقضية دريفوس في الصحف، حتى حكم ببراءة هذا الضابط الفرنسي المتهم بالخيانة. وكتب زولا قصة عن الأغنياء وعالمهم، وهي قصة نفوس عارية التي نتحدث عنها بعد قليل. الاختناق. وهرع سيزان إلى بيت صديقه ليجده منكفئا على مكتبه، وعلى المكتب صفحة مخطوطة لم تتم، بها عبارة مكتوبة هي خلاصة فلسفته في الحياة. غاية الحياة أن نعيد بالحق خلق إنسانية أسمى وأسعد. رواية نفوس عارية هي نظرة فنان إلى مجتمع أثرياء باريس في أواخر القرن ال19، وما في هذا المجتمع من تحلل أخلاقي نابع من شعورهم بالخواء وتفاهة الحياة. والمكان الذي تنفتح به الرواية طريق من طرقات ظاهر باريس. لقد تعود أهل الطبقة العليا في ذلك الوقت من حكام ووزراء وحاشية الإمبراطور وأفراد الطبقة الغنية أو حتى المتوسطة التي تنهج بأذيال الأثرياء وذوي النفوذ أن يخرجوا في أوقات العصر في نزهة أصبحت شبه تقليدية يرفهون بها عن أنفسهم. بل وتكون هذه النزهة فرصة لمن ترغب من السيدات في استعراض معطف جديد أو تسريحة شعر تفننت هي أو وصيفتها أو حلاقها في إبداعها، أو لتناقل إشاعة جديدة. وهي أيضاً فرصة ذهبية للرجال للتخلص من مضايقة زوجاتهم في المنازل، أو للتطلع إلى الوجوه الجميلة
تهمس لها. سيدتي، إن سيدي يرجوك أن تتفضلي بالنزول الآن، فهناك ضيوف كثيرون في حجرة الاستقبال. كانت وليمة عمل، فقد كان هناك مجموعة من النساء والرجال، ولكن أهمهم وآثرهم باهتمام الزوج كان 2 من المقاولين سيعقد معهما إحدى صفقاته. وانتهى الحفل، وظنت ريني أنها ستكون وحيدة مع أفكارها لو ذهبت إلى الحديقة وانتبذت لنفسها منها مكانا قصيا، وما كادت تستقر في مقعدها حتى سمعت صوت زوجها وهو يقول لأحد المقاولين: لن أبيع المنزل بأقل من 250 فرنكا. حسناً، فليكن 225. هذا آخر ما نستطيع دفعه. اتفقنا. وهكذا تمت إحدى صفقات زوجها الشهيرة. وفي الفصل الثاني من الرواية يحدثنا زولا عن ماضي هذا الزوج الذي غير اسمه من أرستيد دروجون إلى أرستيد ساكار بسبب سيتضح بعد قليل. من أعماق الريف جاء هذا الرجل ميمما وجهه شطر باريس كالذئب الذي يشم رائحة الدم. لم يكن وحده، بل كان معه في رحلة الأمل زوجة وطفلة في نحو 4 من عمرها. أما الزوجة فقد كانت رقيقة صغيرة الجسم نحيفة القد، وقد رضيت الزوجة أن تترك ابنها الآخر مكسيم الذي كان في نحو 10 من عمره في المدرسة الداخلية التي ألحق بها، على أن ترعاه والدة ساكار. وفي أول لياليهم في باريس، وبينما كانت أنجيل الزوجة مشغولة بتفريغ الحقائب وترتيب الملابس، انصرف ساكارد إلى التجوال في باريس، وخلال 4 ساعات كان قد وطئ كل شارع في باريس وكل حارة فيها وكل شبر في أرضها، كقائد الجيش الذي يود أن يتعرف على أرض المعركة التي يخوضها. وقادته قدماه إلى شارع سانت أونوري حيث يسكن يوجين روجون شقيقه الأكبر، والذي كان محامياً ناجحاً مقدماً على الاشتغال بالسياسة، وهم بأن يدق جرس الباب، لولا أنه آثر تأجيل اللقاء إلى صباح الغد لكي يضمن أن ينجح مسعاه حين يكون أخوه في أحسن حال مستقبلاً صباحه الجديد. وفي الصباح التقى بأخيه. ها أنت قد جئت إلى باريس، لقد كنت أتوقع وصولك بين يوم وآخر منذ أن أرسلت لي خطابك. لقد أرسلت تطلب إلي أن أساعدك في إيجاد وظيفة مناسبة. نعم. لقد فكرت في الموضوع مليا، وإن كنت لم أعثر لك على بغيتك. إنني قانع بأي عمل. يجب أن أكون حريصا حيث أزكيك، وإلى أن أجد لك مكانا فإنني أستطيع أن أمدك ببعض المعونات الصغيرة، لكن انتظر في فندقك حتى أجد لك الوظيفة المناسبة، فأنا لا أود أن أراك تتردد على الناس هنا طالبا منهم عملا، فإن هذا يضعف مركزي. وطال الانتظار بالرجل حتى جاوز الشهر، وأخيرا وجد أخوه له عملا صغيرا، وقال له وهو ينهي إليه النبأ: لقد وجدت لك عملا، ولكني أرى من الأنسب أن تغير اسمك. وفهم أرستيد ما يعنيه أخوه، أنه يود أن يظل بعيداً عنه حتى لا يؤثر على نشاطه السياسي، وأجابه قائلاً: حسن، سأسمي نفسي ساكار، وهو اسم التدليل الذي اشتهرت به، وبهذا لن يوجد تشابه بين اسمينا. وكانت الوظيفة صغيرة، ولكن طموح أرستيد لم يتوقف، فاقترض بعض النقود من أخته فساهم بها في التجارة الصغيرة.
ولكن الفرصة الكبرى ما لبثت أن سنحت حين ماتت زوجته، وقالت له أخته: أعرف فتاة يود أهلها أن يزوجوها في الحال، ولها عمة على استعداد لأن تدفع مبلغا كبيرا من المال للزوج المنتظر. لماذا يريد أهل الفتاة أن يزوجوها في الحال؟ لقد كانت ضحية أحد الذئاب البشرية، وكاد أبوها أن يقتلها لولا تدخلت أخته وأخبرته أن الرجل يريد أن يصلح خطأه. إذن فهو سيتزوجها؟ لا، لأنه متزوج. وماذا إذن تقترحين؟ سنقدمك للأسرة على أنك ذلك الرجل، وستأخذ 100,000 فرنك هدية من عمتها الغنية. لقد نسينا ابني روجون، أما الطفلة فقد ماتت بعد وفاة أمها بقليل، وأما مكسيم الطفل فقد استحضروه وهو في 14 من عمره لكي يقيم مع أبيه وزوجة أبيه، وانعقدت أواصر المودة بينهما نظراً لتقاربهما في السن، ولأن الزوجة كانت تحس بالفراغ الدائم، فلم يكن زوجها بالنسبة إليها إلا مصدراً للمال، ولم تكن هي بالنسبة إليه إلا معيناً على جلب المال. كان يأتي إليها مثلاً في أحد الأيام ليقول لها: عزيزتي ريني، إن لدي موعداً اليوم مع مسيو غاليار وزير البلاط بشأن عقد الشركة التي أنوي إنشاءها مع البارون غودار وبعض المساهمين الآخرين. أتمنى لك التوفيق. لكن أشغالاً أخرى جدت ولن أتمكن من مقابلة الوزير، فهل تتفضلين علي يا عزيزتي بالذهاب لمقابلته نيابة عني؟ ولكن على فكرة، لقد أمرت مسيو غارينشيا الصائغ المشهور لكي يصنع لك قلادة نادرة لم تضع مثلها أي سيدة في باريس حول رقبتها من قبل. وتذوب معارضة ريني وتذهب للقاء الوزير، وتعود لسكار بالعقود وعليها كل التوقيعات المطلوبة. كان سكار قد تعرف على مسيو موريل، وهو أحد الأغنياء الذين يملكون مصنعاً لتكرير السكر وعدداً من الضياع. وكان لموريل ابنة وحيدة هي لويز، وهي وريثة كل ثروته فضلاً عن ثروة أمها التي ماتت. وإلى لويز اتجه قصد ساكار أن يزوجها من ابنه، وتلاقت رغبة جميع الأطراف، حتى مكسيم نفسه كان يمشي في نفس طريق أبيه، ويجد في هذا الزواج صفقة رابحة. قال موريل لروجون يوما ما: جدير بنا أن نسرع بإعلان خطوبة أطفالنا الأعزاء مكسيم ولويز.
ألا يجدر بنا أن نستطلع رأي أخي الوزير في الخطبة قبل إعلانها؟ طبعا طبعا، ومن ناحيتي فقد قررت أن تكون ضطة لويز 1.5 مليون من الفرنكات، بزيادة 500,000 فرنك عن اتفاقنا السابق. ولعل السيد الوزير يستطيع أن يجد وظيفة مناسبة لمكسيم. انتهى الاحتفال. إن خير ما في لويز هو الدوتة الكبيرة التي وصلت إلى 1.5 مليون فرنك، والمرض الذي يبشر أنها لن تعيش طويلا. كان الملل والفراغ خلال كل ذلك يعصفان برينيه، وبخاصة بعد زواج مكسيم، حتى فكرت أكثر من مرة في أن تنتحر خلاصاً من هذا الإحساس الغريب. وذات مساء حدث حادث غير مجرى حياتها. لقد اندفعت العربة ذات الجياد بأرستد ومكسيم ابنه حتى ألقت بهما في نهر السين. وأحست رينيه بتفاهة الحياة وتعاستها، وانطلقت بعد أيام من البكاء لكي تطرق باب ديرمون